من صغري، يعني من صغري وانا كان نفسي ومنية حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. مبسوط معانا في الزمالك؟ طبعا مبسوط. حاسس نفسي انني في بيتي. لو جالك عرض قوي من النادي الاهلي تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا ما اقدرش اقول كده، لا انت خلاص بقيت واحد محسوب على نادي الزمالك. تفتكر العيب من تعامل الإدارة مع اللاعبين فعلا، ولا الحقيقة ان اللعيبة ما بقاش عندها انتماء، ولا فعلا الانتماء بقى للي يدفع اكتر؟ انتقالات وخيانات غير متوقعة كل موسم، وكأنه مسلسل درامي وبيتكرر كل موسم باختلاف اللاعبين. لاعب فريقك اللي كان من يومين بيبص الشعار النهاردة بيقول ان قرر يخوض رحلة للبحث عن البطولات والطموح. وعلشان نفهم هل الموضوع فعلا بحث عن الطموح وبطولات ولا فلوس، هنسترجع مع بعض الصفقات الأكثر جدلا بين الأهلي والزمالك والعكس. ولما دورت في التاريخ لقيت ان أول صفقة تثير الجدل بين الأهلي والزمالك كانت صفقة انتقال كابتن رضا عبد العال من الزمالك للأهلي بشكل مباشر، من غير بقى كباري ولا احتراف مؤقت ولا كل الكلام ده. رضا عبد العال كان ناجح جدا مع الزمالك، وعلشان كان من نجوم الفريق استغل ده كويس جدا. ولما جه وقت تجديد عقده مع الزمالك عرضوا عليه 25,000 جنيه في الموسم، في حين ان كابتن رضا كان عاوز ما لا يقل عن 45,000 جنيه. وقتها تدخل الأهلي في الصفقة وقدر يحصل على توقيع اللاعب ويبدأ معاهم كلاعب للنادي الاهلي في موسم 94. الغريب هنا يا صديقي ان بعد سنين من الصفقه انقلب جمهور الزمالك على كابتن رضا، الا انه خرج بتصريح انا بشوف انه غير واقعي حبتين، لانه قال ان سبب رحيله عن الزمالك ما كانش بسبب الفلوس يا عزيزي الزملكاوي، ولكن كان سبب عدم تقدير الاداره ليه. رضا كان شايف ان التقدير ليه ان قيمه عقده ترتفع لاكتر من كده. هتقول لي يعني هو ساب النادي علشان النادي مش مقدره؟ اقول لك ايوه. هتقول لي طب ما هو التقدير ده معناه فلوس وان ساب النادي علشان عقد اكبر؟ اقول لك لا، كابتن رضا قال ان ساب النادي بسبب قله التقدير. انت رفضت التجديد ليه في الزمالك؟ ما رفضتش، مين اللي قال لك؟ ده هم اللي اتقربوا وكان عندي ميعاد، الميعاد دوت ما حدش جه فيه. وده يا عزيزي اول سبب لانتقال لاعب من الزمالك للاهلي عبر التاريخ، وهو بسبب قيمه العقد وتعامل الاداره مع اللاعب. بعد كده ندخل على التوأم التاريخي في الكره المصريه، وهو حسام حسن وابراهيم حسن. تخيل حد عنده الثنائي ده ويتخلى عنهم بسهوله. ايوه يا صديقي زي ما سمعت كده. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الرحيل التاريخي للثنائي زي ما وضح كابتن حسام حسن انه كان مفاجئ، والسبب الرئيسي هو تأخير التجديد ليهم لحد اخر لحظة. كانت مفاجأة وحصلت بسرعة، اتفاجئنا ان مفيش حد يكلمنا خالص. وقتها تدخل الزمالك وقدر يحصل على توقيعهم بعد تخلي الإدارة عنهم بقرار من الراحل صالح سليم. ما كانش فيه صدام قوي بين اللاعبين وجمهور الأهلي لأن رحيلهم ما كانش بإيديهم. وبكده نكون وصلنا لتاني سبب عبر التاريخ، وهو تخلي النادي عن اللاعبين. يعني مش العقود والماديات هي السبب، وشوفنا ده قريب جدا بيتكرر، زي رحيل ناصر ماهر بعد قرار فني من المدرب، واللي بعد كده قدر الزمالك يحصل على توقيعه وينتقل للزمالك، وقدر في وقت قليل يثبت نجوميته ويكون من ابرز نجوم الزمالك في الوقت الحالي. مش بقارن طبعا تأثير حسام حسن بتأثير ناصر ماهر، ولكن وجه الرحيل عن الاهلي واحد، وهو تخلي الادارة عن اللاعب، واللي بتقلل بنسبة كبيرة نسبة عداوة وكره الجمهور ليه لما يشوفوه بتشيرت الفريق المنافس. بعد كده ندخل سريعا على اللاعب الجميل اللي بنتمنى له من كل قلوبنا بمختلف الانتماءات الشفاء العاجل، وهو اللاعب مؤمن زكريا، واللي لاعب للزمالك موسم 2013 بعد عقد اعارة لمدة موسم قادما من نادي انبي، علشان في الموسم التالي الاهلي يقدم عرض ب5 مليون جنيه لنادي انبي للحصول على خدمات اللاعب مؤمن زكريا بعد تألقه مع الزمالك. المزاج بقى عال، وادي العرضية نشوف التاني، وادي الراسية والتاني جول. وهنا سبب الانتقال مش خيانة من اللاعب ولا انه كان عاوز عقد اكبر، السبب هنا سبب اداري واستغلال فرصة وتقديم عقد اكبر، لان اللاعب وقتها ما كانش عنده مانع يكمل في الزمالك او ينتقل للاهلي. ولكن للاسف جماهير الزمالك اتضايقت جدا من مؤمن زكريا رغم اعترافهم بنجوميته، بس كانوا شايفين انه خلاص بقى واحد منهم وكان لازم يرفض الاهلي ويستمر ويقبل عرض الزمالك. بعد كده الصفقة الاكثر جدلا،
نادي الزمالك اعلن على لسان رئيسه قال اتحدى ان يكون الاهلي تعاقد معك، فبدا الزمالك ياخد خطواته القانونيه اللي كان لازم ياخدها. 9 مليون دولار غرامه ايقافه لمده لا تقل عن 6 اشهر، ومعاقبه النادي الاهلي بعدم القيد لاكثر من فتره. خلافات، هروب، غرامات وشكاوي، وهي انتقال محمود كهربا للأهلي. قبل الانتقال في مشاكل ضخمة حصلت كانت كفيلة باعتزال اللاعب مهنة كرة القدم. كهربا كما هو معروف عنه كان لاعب مشاغب جدا، والانضباط لا يعرف له طريق. على الرغم انه كان هداف ومؤثر، الا انه برضه ما كانش حاسم في المباريات الكبيرة، بل احيانا بيكون سبب في خروج الفريق. بدأت الازمة لما قرر كهربا فسخ عقده مع الزمالك وعدم حضور التدريبات بشكل مفاجئ وبدون اذن، وقرر يخوض تجربة جديدة في نادي افيس البرتغالي. وقتها الادارة ما استسلمتش واخدت الموضوع بشكل شخصي وقدمت شكاوي وبلاغات ضد اللاعب، ومع ذلك قرر عدم الرجوع والاعتذار، حاجة كده زي تراجع ولا استسلام. رفض محمود كهربا الاعتذار لامير مرتضى، وده كان ليه عواقب، وهو تسجيل وتقييد اللاعب محليا وافريقيا للموسم الجديد علشان يضمنوا حقهم، وان عقده لسه فيه 3 مواسم. حل المشكلة فضل يتأجل بقرارات من الفيفا على امل انهم يحل المشكلة وديا قبل قرار ايقاف اللاعب، لحد ما حصلت مفاجأة، وهي انتقال محمود كهربا للنادي الاهلي. يعني مش بس مشاكل مع الجمهور والاداره، لا ده كمان راح للفريق المنافس. وبالمناسبه كهربا كمان كان ليه مواقف سيئه مع جمهور الاهلي، لكن وقتها كان الرد الاهلاوي الثابت وهو الكلام ده لما كان عندنا في انضباط واخلاق. لكن المستشار مرتضى منصور كان عنده رؤيه مستقبليه لمستقبل كهربا السيء بسبب اخلاقه وعدم انضباطه، وقال الجمله الشهيره بتاعته: صفقه كهربا هديه مني لمحمود الخطيب. أما بقى كهربا هديتنا للنادي الأهلي. وبالفعل بدأت مشاكل بين كهربا وكبار نجوم الأهلي في البدايات، لكن المختلف هنا إن كان كهربا كان بيبادر بالاعتذار في كل مرة. اعتذر للشناوي أخويا الكبير والجهاز الفني من اصغر واحد لاكبر واحد. ووجود كابتن زي سيد عبد الحفيظ كان له دور كبير في السيطره على كهربا عن طريق العقوبات والغرامات. وفي الوقت ده اداره الزمالك رفعت قضيه على كهربا وطلبت تعويض قيمته 5 مليون يورو، والقضيه صعدت لمستويات كادت بالفعل تنهي مسيرته، ولكن من حسن حظه تواصل مع المحامين لحل وقدر يدفع الغرامه. وكل دي كانت مشاكل نفسيه وبدنيه اثرت بشكل كبير على اداء محمود كهربا داخل الملعب. وبعد اداء سيء من موسم لاخر تقرر الاداره التخلي عن محمود كهربا، وبعدها ينتقل لنادي الاتحاد الليبي. بعد كده ندخل على الصفقه اللي كانت مستحيله في نظر اي مشجع اهلاوي، وهي صفقه امام عاشور. تخيل لاعب سنه صغير، ستايل مختلف، مهارات فردية وروح قتالية وهداف، وكمان ليه مشاكل كتيرة بين أساطير النادي الأهلي سواء الكابتن وليد سليمان أو الراحل صالح سليم. كل دي حاجات توضح قد إيه شبه مستحيل اللاعب ده الزمالك يتخلى عنه أو إدارة الأهلي تقدر تعفو عن إساءته وتحاول تتفاوض معاه. جمهور الزمالك كان شايف إنه أصبح من أعمدة الفريق، أرقامه كانت في تزايد سواء على مستوى الصناعة أو التسجيل، أكيد اجتهاده للفريق كان سبب في عشق الجمهور ليه، لأن بعيدا عن شغبه كانوا شايفين فيه المستقبل وعودة البطولات. لكن لكل بداية نهاية، والنهاية بدأت لما إمام عاشور قرر يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، ومع أول عرض لنادي الزمالك اضطر يقبله لأنه كان بيمر بظروف مادية صعبة، عشان بعدها يقرروا يبيعوا إمام لنادي ميتلاند الدنماركي مقابل 3 مليون دولار. بداية إمام كانت ناجحة جدا، لكن العقبة في طريقه كانت اللغة يا صديقي. اللغة مهمة حتى ولو كنت محترف وعندك قدرات، إلا إن عدم قدرته على التواصل مع اللاعبين والمدرب سببت ليه أزمة وضيق. وقتها قرر يعود للنجومية والشعبية في الدوري المصري، ويقال إنه تواصل مع إدارة الزمالك وطلب منهم التواصل مع النادي لرجوعه، إلا إنهم رفضوا دفع 3 مليون دولار عشانه وقالوا له سدد الفلوس وارجع انت. وقتها تدخل الأهلي بقوة للتفاوض مع اللاعب، ويوم إعلان الصفقة كان بمثابة خبر قاتل لجمهور الزمالك
والإدارة. محدش كان متخيل انتقاله يحصل بشكل حقيقي، وتبرير الجمهور أو رأيه إن إمام طلب الاحتراف والخروج للرجوع على الأهلي بطريقة غير مباشرة. وحقيقي إمام محدش فاهم انتمائه الحقيقي لمين. زمان قال إنه من صغره زملكاوي، من صغري وانا كان نفسي امنية حياتي ان انا العب في نادي الزمالك، وحاليا اهلاوي صميم. ندخل سريعا للي بعده، وهو لسه في بعده، وانت فكرك المعركة هتنتهي؟ بعد كده حصل فجوة في لاعبين خط الوسط بالنسبة للزمالك، علشان تقرر الإدارة انها تتعاقد مع واحد شئت ام ابيت، الا انه واحد من اساطير خط الوسط وصناع اللعب في الكرة المصرية، وهو عبد الله السعيد. وقت الاعلان عن الصفقة كان خبر مفرح لجماهير الزمالك بعكس جمهور الاهلي اللي كان شايف ان بعد رحيله البيراميدز زود رصيد كرهه باللعب للزمالك. وبالفعل قدر يكون من ابرز النجوم للزمالك في الفترة الاخيرة رغم تقدمه في العمر. ولكن لاعب مهم زي ده ايه السبب في رحيله عن الاهلي من البداية رغم انه كان من ابرز نجوم جيله؟ عبد الله السعيد عايز يلعب العرضية، سلام. الأزمة بدأت مع تجديد العقد في 2018. عقد عبد الله السعيد كان قرب يخلص، والأهلي دخل في مفاوضات معاه للتجديد، لكن طلب مبلغ ضخم، والأهلي وقتها حس إن الطلبات زيادة عن اللزوم والمفاوضات بدأت تسخن. المفاجأة إنه وقع للزمالك. عبد الله وقع بشكل سري لنادي الزمالك، وده كان خط أحمر عند النادي الأهلي. الإدارة لما عرفت كان بالنسبة لها بداية نهاية مسيرة عبد الله السعيد مع الأهلي، وبعد كده تدخل المستشار تركي الشيخ عشان يتم فسخ التوقيع مع الزمالك. الاهلي جدد له، بس الغلطه كانت حصل فقدان للثقه بين الاهلي وعبد الله السعيد، فقرر النادي الاهلي بيع عبد الله السعيد نهائيا كنوع من انواع العقاب. وبالفعل راح اعاره خارج مصر لفتره بسيطه جدا، الهدف منها انه يخرج بره مصر، وبعدها انتقل رسميا لنادي اهلي جده السعودي. بس بصراحه ما عملش فرق كبير هناك، لعب شويه مباريات وما قدرش يثبت نفسه، او يمكن ما تأقلمش. وفي يناير 2019 فجر بيراميدز القنبله. السعيد رجع مصر، لكن مش للاهلي ولا الزمالك، راح نادي بيراميدز بعقد ضخم جدا، وكان وقتها بيتم دعم النادي بشكل قوي. اول مباراه ليه مع بيراميدز كانت قدام الاهلي وسجل هدف، وكانها رساله واضحه انا راجع وهثبت وجودي، وباقي القصه انتوا عارفينها. لكن تفتكر قرار انتقاله للزمالك كان قرار صائب، ولا الزمالك تعاقد معاه ردا على صفقه امام؟ بعد كده الصفقه الاكثر تعاطفا من الجماهير، اشرف بن شرقي، النجم المغربي اللي اتألق زمان مع الزمالك. كرة صعبة وكرة صعبة انضم رسميا للنادي الاهلي في يناير 2025 بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري بالتراضي. بعض الجماهير اثناء انتشار خبر الانتقال كان متصور ان بن شرقي هيرفض العرض بسبب الماضي والذكريات الجميلة مع الزمالك او بسبب الانتماء. وللاسف لحد هذه اللحظة الجمهور اول حاجة بيفكر فيها هي انتماء اللاعب، رغم ان في الحقيقة دي اخر حاجة ممكن يديها شوية وقت او يبني عليها مستقبله، خصوصا ان مهنة لاعب كرة القدم من نظر اللاعب هي مجرد وظيفة، يعني تكون طبيعي زملكاوي وتلعب للاهلي او العكس. ومن سوء حظ الجمهور ان اول مباراة لاشرف بن شرقي مع الاهلي تكون امام الزمالك، ومش بس كده ده كمان بيسجل اول اهدافه للاهلي في مرمى الزمالك. لكن بعكس ما كنت تتخيل وفاء بن شرقي لمكانه القديم منعه من الاحتفال ورفع ايده يعتذر للجمهور، وبكده نجح في الحفاظ على حب اكبر جمهورين في الدوري المصري. وحقيقي ده النموذج الافضل من حيث التعامل مع الجمهور لفريقك السابق على مر التاريخ. جماهير الزمالك احترمت بن شرقي لعدم احتفاله، وعلى الجانب الاخر جماهير الاهلي احترمت تصرفه. بن شرقي علم لاعبين الفريقين حاجه مهمه، الانتقال للفريق المنافس مش ضروري معناه انك تكره فريقك القديم، وان طبيعي يكون لسه عندك انتماء وحب لمكانك القديم، وان احترامك للنادي بعد الرحيل عنه مش هيخسرك لجمهور، بل بالعكس هتكسب حب الفريقين. فيا صديقي العزيز لو حولت من شغل لشغل او من بلد لبلد او من مجال لمجال مش شرط تكره مكانك القديم، او بمعنى اخر ما تبقاش عبد الله السعيد وكهربا، خليك بن شرقي وانت المستفيد. لان الخلافات مع الجمهور مفيش لاعب يقدر عليها، لانه بيمثل ضغط نفسي رهيب قادر يهدك ويفقدك اساسياتك ومهاراتك. مهم جدا انك ما تنساش فضل فريقك السابق وفضل جمهوره عليك، مهم جدا انك ما تنساش تحط لايك، مهم جدا مننا ما ننساش نفكرك اننا بنتعمد نقدم محتوى خالي من الموسيقى او اي مشاهد بذيئة عشان يكون محتوى
وأداؤه مناسب للكبير والكبير، عشان طالما نورت القناة يبقى انت كبير. الصفقة اللي حصلت بعد كده واللي جمهور الزمالك شايف انها اكتر صفقة مؤلمة ومغزية بعد امام هي انتقال زيزو للاهلي. وعلشان ما نطولش عليكم قررنا ننزل بجزء تاني علشان هنحكي فيه باستفاضة ملف انتقال زيزو للاهلي وما وراء الكواليس. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة بعد مرورك الجميل علشان ما يفوتكش الجزء التاني. دمتم في امان الله ورعايته.